حبيب عبادك يا رب. النهاردة احنا في مسجد بيعكس لنا روعة الهندسة المعمارية في العصر المملوكي، وعشان نعرف تفاصيل أكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. المسجد اللي احنا فيه النهاردة هو واحد من التحف المعمارية التي تميز بها العصر المملوكي، وهو واحد من 3 مساجد بناها صاحبه تنطق بجمال الهندسة والتصميم الفني وبراعة الزخرفة اللي تم استعمال الرخام فيها بقيمته وجمال شكله، والشبابيك القصية المفرغة والمحلاة بالزجاج الملون في دقة وإتقان متميز. والمسجد تم الانتهاء من بنائه سنة 829 هجرية 1425 ميلادية، وألحقت بالمسجد مدرسة لتدريس المذاهب الإسلامية ال4، وهو عبارة عن صحن مكشوف تحيط به 4 إيوانات أكبرها إيوان القبلة، وبه المحراب الذي يتميز بجمال وتنسيق ألوانه الرخامية، وبه عمودان وتيجان رومانية الشكل، وبجانبه يوجد المنبر الخشبي المحلى والمطعم بالعاج والزخارف النباتية المتميزة. ويوجد على المنبر نص كتابي هو أمر بعمل هذا المنبر المبارك سيدنا ومولانا السلطان الملك الأشرف عز نصره، وبالإيوان شريط كتابي يحتوي على بعض النصوص القرآنية، بالإضافة إلى سقفه المزخرف بالأشكال النباتية بألوانها المختلفة. وبالمسجد دورة مياه عتيقة منفصلة عنه لا زالت محتفظة بمعالم تخطيطها القديم حتى الآن. وللمسجد مئذنة واحدة وقبة ضريحية متميزان بتصميمهما ذو الطابع المملوكي القديم. ويقال عن صاحب المسجد ومؤسسه أنه كان محبا للقرآن وقرائه والعلماء وفعل الخير، وده كان واضح من خلال إنشاؤه لسبيل لسقي الماء ومنشآت خيرية متعددة تنسب إليه. يا ترى عرفتوا احنا كنا فين النهاردة؟ احنا كنا في مسجد ومدرسة القائد الأشرف بريسبي بشارع المعز بالقاهرة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وياريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.